مريض نفسي شايف نفسه، وبعدها الرجال مخه انلحس، صار يقول اشياء غريبة، صار يسوي اشياء غريبة، يلبس ملابس غريبة. السلام عليكم، معكم داير مقطع جديد. رجعت لكم بحلقة جديدة من الجانب الأسود. نزلت أنا في الجروب الغرفة السرية اللي أنت المفروض الحين لازم تكون جزء منه. المهم نزلت لكم في الجروب مين تبون، والكثير صوت كاني ويست. قبل لا أبدأ المقطع حاب أقول لكم عن جيف أواي هذا الشهر. كاميرا كانون R5، بي سي نفس البي سيات اللي دائما أوزعها، ومستلزمات الكاميرا، ترايبود، إضاءة إلى آخره. شروط المسابقة جدا بسيطة، تسوي لايك، تكتب كومنت، كومنتين، 3 4 5. كل ما زادت الكومنتات زادت فرصتك إنك تفوز معنا. وتاريخ السحب راح يكون بوب، هذا هو، لصقت الموضوع على اديتر. وغير كذا بنص مقطع اليوم راح اختار ال10 اللي فازوا بال3000 ريال، 3000 لكل شخص. تابع المقطع عشان تعرف. فانا جاي اليوم البي الطلب واعطيكم الجانب الاسود من قصة الرابر كاني ويست. اذا قرن ال21 كان انسان راح يكون بكل بساطة كاني ويست. مريض نفسي شايف نفسه، هذا مو بكلامي، هذا الكلام اللي الناس تقول عنه حاليا. بس مهما نزيد وننقص في الكلام، هذا الشخص جسد الهيب هوب وحبب الكثير من الناس لهذا الفن. ومن أغانيه وملابسه كاني ويست عنده 2 بليون دولار، وهذا الشيء وصله الأغنى وأقوى الناس في هذا الكوكب. ولكن أنت لما تسمع 2 بليون دولار بتقول هذا الإنسان متقطع من السعادة. ولكن كاني ويست للأسف قاعد يعيش العكس تماما. العالم كله يعرف عن انفصاله من زوجته كيم كارداشيان. أنت ما أنت مستوعب قديش الموضوع متعب. وأزيدك من الشعر بيت، بكرة زوجتك تطلع التلفزيون بتطقطق عليك وتتمسخر. اليوم أنا يا جماعة جايب لكم الجانب الأسود لأكبر أيقونة في عالم الراب حاليا، كاني ويست. كاني أوماري ويست انولد في تاريخ 8 جون سنة 1977 في مدينة أتلانتا جورجيا، أو نفس ما هم يقولون أتلانتا. بعدها كاني ويست وأمه انتقلوا إلى مدينة شيكاغو بعمر 3 سنوات. أم كاني ويست ما كانت مرتاحة ماديا، لكن عمرها ما رفضت له طلب. فعليا أي شيء يبغاه الولد كانت تجيبه له. دعمته من بداية الطريق لين آخر يوم عاشت فيه. معلومة بسيطة، كاني ويست لما كان في الصف الثالث كان يدرس في الصين. دايلر شلون؟ أمه جاها شغل في الصين واضطرت انها تروح هناك لمدة سنة. ففعليا كاني ويست درس هناك لما كان في الصف الثالث ابتدائي، وكان المفروض يكون صف 5 ابتدائي، ولكن بكل بساطة علشان كاني ويست ما يعرف يتكلم صيني فنزلوه. المهم بعد السنة هذه رجعوا لشيكاغو، والولد قرر انه يصير مغني. دايلر ما هو لسه بزر، من هو صغير يبغى يصير مغني. فراح وجمع 25 دولار، خذ الفلوس وراح يسجل عند واحد يعرفه. المهم بعد اول اغنية سجلها كاني ويست راح المدرسة وراح عند استاذ البدنية وقال لها بكل بساطة اسمع، انا تراني ماني مداوم لاني انا راح اصير مغني مشهور. هو فعلا صار، لكن هديها شويه كاني ويست، هديها. المهم نفس ما قلت لكم سجل اول اغنيه له، وعشان تسجل اغاني لازم يكون عندك بيتس. فكاني ويست قرر انه يتعلم كيف يعمل بيتس. اللي ما يدري وش البيت يعني بكل بساطه لحن. فجلس يتعلم ويتعلم ويتعلم لين ما وصل لمرحله انه صار يبيع الحانه ب50 دولار للناس اللي يعرفهم. المهم عدى الزمن وكبر الولد وقرر انه يدخل الجامعه. واللي يعرف كاني ويست زين بيعرف ايش صار. كاني ويست ترك الجامعه. هلا والله منور، تجلس هنا؟ ابشر، تعال تفضل، خذ راحتك، اجلس. طيب اجلس، لا تبثرني، اجلس. ترك الجامعه وقرر انه يركز في صناعه البيتس. ووقتها كان عنده شقه صغيره في شيكاغو، ما كان عنده فلوس كثير، كان عنده فلوس يسدد فيها الايجارات. المهم كان يقفل على نفسه الشقه ويسوي 5 ألحان في اليوم، وبنهايه اليوم يروح يبيعها على الرابرز. خلاص يعني يبيعها على الرابرز اللي يعرفهم. لين ما يوم من الايام رابر كبير كلم كاني ويست وقال له اسمع، تذكر اللحن اللي ارسلت لي اياه ذاك اليوم؟ الرابر جاي زي سمعه ويبغى يغني عليه. طبعا اللي ما يعرف مين جاي زي رابر عملاق، اكبر واغنى واقوى رابر في تاريخ البشريه، وجزء كبير من المثلث. بس خليني ساكت. فكره يا جماعه، انا في القصص هذه اسوي سكيب للتفاصيل الممله، ولكن اذا ودكم اني اتكلم عن التفاصيل الممله اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم نفس ما قلت كاني ويست كان طفران واضطر انه يمشي من مدينة شيكاغو ويروح إلى نيو جيرسي مع أمه. لين ما يوم من الأيام كلمه جاي-زي وقال له اسمع، أنا بجي عندك أبغى أسمع الألحان اللي أنت تحتفظ فيها. وصل جاي-زي عنده وقام يسمعه. أول بيت حبه، ثاني بيت حبه، ثالث رابع خامس سادس. جاي-زي فعليا كل بيت شغله لياه كاني ويست أعجب فيه. فعليا كل لحن شغلاه كاني ذاك اليوم موجود في ألبوم جاي-زي اللي اسمه ذا بلو برنت. المهم بعدها جاي-زي وقع
وقع مع كاني ويست انه يكون بروديوسر ضمن شركة اسمها روكفيلر اللي الحين يملكها جاي-زي. وبعد ما وقع تغيرت حياته وصار يماشي المشاهير. ويوم من الايام كان طالع مع الممثل سلاش مغني لودكريس هذاك اللي يطلع فاست اند فيوريوس كذا. المهم كانت الساعة 3 الفجر وكاني ويست كان يسوق سيارة لكسس ولكن كان مستأجرها. بوم يصير له حادث سيارة شنيع. رجعت نور. ففي تاريخ 22 اكتوبر سنة 2002 اعلنت قناة MTV ان كاني ويست صار له حادث شنيع وحاليا هو في المستشفى. بعدها كاني سوى عملية لوجهه واضطروا انهم يحطون اسلاك على وجهه، اسلاك حول راسه لين الفك. ولكن هذا الحادث فعليا يمكن يكون افضل شيء صار لحياة كاني ويست، لان لما كان في المستشفى كاني ويست كتب اغنية اسمها Through the Wire عبر الاسلاك، وفعليا غنى الاغنية كاملة وفكه مقفل، والاغنية نجحت بشكل مش طبيعي. اي ايش فيهم ذولي؟ وبعدها نزل ألبوم اسمه كوليدج دروب اوت، وبأول سنة له كرابر كاني ويست فاز بجائزة الجرامي. وقتها ما في رابر تو طالع بسم الله بوم جرامي على طول، ولكن كاني ويست غير. وبعدها نزل ألبوم ثاني وكسر الرقم القياسي لأعلى ألبوم تقييما 9.5. الراب وقتها يا جماعة كان دائما يتكلم عن العصابات وانا اطقك وانت تطقني وانا اروح اطخ بيتكم، ولكن كاني ويست غير هذا المفهوم. كاني ويست كان يتكلم عن طموحه، كان يتكلم عن اهدافه، عن احلامه، لدرجة انه قال في مقابلة اني انا كوب القهوة اللي انت تشربها الصباح، بمعنى انك تسمع اغاني ويعطيك تحفيز بشكل مش طبيعي انك تركض وراء احلامك، توصل لاهدافك الى اخره. ونوقف شوي. هذول اللي فازوا يا جماعه مبروك، ادخلوا الخاص بتحصلوني مكلمكم. المهم لما يكون عندك 2 بليون دولار سويت كل شيء في الدنيا، ايش راح تسوي؟ راح تتزوج. فعليا هذا اغبى قرار اتخذه كاني ويست. كاني ويست تزوج لأسوأ زوجة ممكن يحصلها. تعرفون هذاك المقطع للرجال اللي متزوج سيارته ويحبها ومدري ايش؟ لو ان كاني ويست متزوج السياره ابرك له. كاني ويست تزوج كيم كارداشيان، شخصيه بلاستيكيه من الالف الى الياء، من مظهر، من شخصيه، من كلام، شخصيه ما عندها اي موهبه في الحياه. واذا انت تخالفني هذا الراي انت لازم تتروش 6 مرات علشان تنظف مخك، لان مخك يبيله غسيل من اول وجديد. المهم سنه 2011 كاني ويست وقع في حبها، وفي سنه 2013 جابوا اول بنت لهم وسموها نورث، شمال يعني فعليا شمال. المهم بعدها استوعب قديش ان الحياه مزيفه. الحياه اللي هو قاعد يعيشها مع كيم كارداشيان عباره عن مناظر، ما في اي شخصيه للعلاقه. ما اكيد ما انت تزوجت شخص مزيف. وبعدها الرجال مخه انلحس، صار يقول اشياء غريبه، صار يسوي اشياء غريبه، يلبس ملابس غريبه، صار انسان غريب، لدرجه انه في سنه 2016 كاني ويست دخل مستشفى نفسي وكانوا يحشونه ادويه علشان يهدى ويفكر زين، لين ما جاء يوم من الايام وقرر انه ما يسكت عن حقه. وفعليا يقول كل شيء وده يقوله نفس ما علمته امه، ويقوم لك يطلع في تويتر ويتكلم، ما خلى احد بحاله، لدرجه انه قال زوجتي جابت دكتور علشان يعطيني ادويه عشان تتحكم فيني. وبعدها بسنه كيم كارداشيان طلبت الطلاق، وهذه كانت المرحله الاخيره لكاني ويست. طلع في تويتر كاني وقال ان الكارداشيانز كانوا يحاولون يغسلون مخي بالادويه، وام كيم كارداشيان كريس هددتها انه اذا ما بطل ينزل تغريدات راح تطرده من العائله. ولو اتكلم عن باقي الاشياء اللي سوتها كيم كارداشيان بعد الطلاق، المقطع هذا بينحذف من اليوتيوب، كميه قله ادب مش طبيعيه. ولو تركز شوي بتلاحظ ان الاعلام دائما يحط كاني ويست بشكل غبي ويطلع كيم كارداشيان ان هي المسكينه. في تفاصيل كثيره ومعلومات اقدر اتكلم عنها بس فعليا ما بخلص، فعليا يبي لي 3 مقاطع. اعطيكم مثال، نورث بنتهم صغيره، الابو كاني ويست ما يبغى بنته تطلع في السوشيال ميديا. كاني ويست راح كلم كيم قال لها لا تطلعين بنتي في السوشيال ميديا، قالت لا اتعلم انت على حق. ايش سوت كيم؟ راحت فتحت كيم حساب حق نورث على التيك توك. المهم ما علينا من خياس كيم كارداشيان. حاليا كاني ويست قاعد يشتغل على البوم جديد، وجزء كبير من الالبوم تسجل في السعوديه. اي نعم عزيزي المشاهد، سجل في العلا، جلس هناك تقريبا 2 أسبوعين، وفعليا يحب السعوديه بشكل مش طبيعي. المهم اللي اقدر اقوله اني اتمنى كاني ويست يرجع لعقله الطبيعي، ويرجع نفس ما كان وهو صغير، طموح شغوف، ويحدد اهدافه، ويرجع يكون كوب القهوه اللي اشربه كل صباح. انا ما اشرب قهوه. وبس عزيزي المشاهد كذا يكون خلصت الجانب الاسود من قصه الرابر كاني ويست. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين تبون تشوفون في الحلقه الجايه، فعليا مو بشرط رابر، اي شخصيه مهمه عربيه اجنبيه. وبس كذا يكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم دايلر، سلام. هلا والله.